قابل بتروجيت في مواجهة شهدت 5 أهداف تابع عمار علي. وكأنه منظر ليست حربا، ولم يفتح الزمالك أبواب روما، لكنه سجل الهدف الثاني بمرمى بتروجيت. ولمن لا يعرف الزمالك وأن كان أشهر من نار على علم، فاعلموا بأن من يحتفلون هنا لم يتركوا ناديهم أيام خيبته بالأدوار الأولى، ولم يغادروا المدرجات عندما كان لقمة سائغة لكل الأندية المصرية بكل فئاتها. وآن لهم الأوان بأن يخرجوا ما في بطونهم من قهر لتلك الأيام. لا أقول بأن الحال هنا مرضيا، لأن الاحتفال قد خرج عن إطار النص المألوف وقد توقف اللقاء لدقائق كثيرة، لكنها ليست بمشكلة أمام إعادة الروح لناد عربي هو الأشهر بيننا. أما النتيجة فإنها مرضية لمن عشقوا اللون الأبيض، حيث جاءت بثلاثية كبيرة، وتأتي كبيرة لأن بتروجيت ليس بالسهل أبدا. عرفناه ندا من النوع الثقيل، لكن الهدف الأول للزمالك كان يؤكد نظرية نجاح بث الروح بجسد الزمالك، والذي نجح به إلى حد بعيد مدرب الفريق حسام حسن. أما من سجل فهو أحمد جعفر، فيما سجل بتروجيت هدف التعادل بعد دقائق بسيطة فقط ومن ركلة جزاء، والشوط الثاني كانت فيه الأهداف تهل كهل المطر، حيث سجل شيكابالا هدف الزمالك الثاني، وأنتم تعرفون ما حدث بعد الهدف هذا من توقف بسبب الاحتفال. وعاد الزمالك ليعمق جراح هذا الفريق بهدف ثالث كان بطريقة جماعية ومرتدة ختمها أحمد جعفر نفسه مسجل الهدف الأول. ومن بعدها استطاع بتروجيت أن يخفف الفارق بالوقت بدل الضائع، وتحديدا بالدقيقة 7 بعد 90، لكن النقاط لم تتأثر وذهبت لأصحابها الذين يسابقون الريح نحو فرق مقدمة الترتيب بعدما كانوا يعيشون ظلام فرق المؤخرة.